والحين مشاهدينا بنبتدي وياكم اول طبق في حلقتنا لليوم اللي هي المتشيشه، والمتشيشه تعتبر نوع من انواع اللي هي السلطات اللي تقدم عندنا في دوله الامارات، وتعتمد بالاساس على اللي هو اوراق الغاف. فهذا عندنا هو بالنسبه لورق الغاف، فاحنا محتاجين الى مقدار منه، وفي الغالب ما نعتمد عليها، ويفضل دائما انها تكون الاوراق الخضراء او الغضه، ما تكون طبعا اللي هي الجافه او الناشفه. عندنا هني اللي هو نفسه هو ورق الغاف لكن احنا ماتشينه هني. وعندنا هني مقدار من اللي هو البرغل خذناه ونقعناه في الماء. وعندنا هني طماطم مقطعينها القطع صغيره، بالاضافه الى البصل المفروم. وعندنا هني عصير الليمون وزيت الزيتون والملح. بالنسبه لي اللي هي البتشيشه براويكم كيف طريقتها، وعندنا اكثر من نوع، بس هذا النوع اللي متعارف عليه اللي هو بالورق الغاف، لكن في اكثر من نوع اللي هو ممكن نسويه بالحميض والسيداف. وتبولة البدو كلكم بتقولوا لي خلود انها هي مش اماراتيه، لكن شو الهدف منها؟ انا جتني الفكره ان بدال ما نحن بس ناكل اللي هو ورق الغاف ونرش عليه لومي او ناكله مع السحنه، فكرت هالمره ليش اني انا ما اسويه بطريقه جديده. فاليوم ان شاء الله براويكم النوعين، لكن في البدايه براويكم كيف ان احنا نمتش اللي هو ورق الغاف. وطبعا كلمه المتشيشه جت من عمليه التقطيع اللي احنا نقطع فيها اللي هو ورق الغاف. لازم طبعا ناخذ احنا ورق الغاف هذا ونغسله وننشفه عن الماء، ومن بعدها نمتشه او نفرمه فرم ناعم. فبتلاحظون ان نحن بنسير وبنرد على الاوراق لانها شويه تكون شويه انشف من الاوراق اللي احنا متعودين عليها، سواء بالنسبه للكزبره او البقدونس. وبتلاحظون من كثر يعني ما انها هي شوي قاسيه هالاوراق، بتلاحظون الصوت الظاهر من عمليه التقطيع. طبعا مشاهدينا نستمر في عمليه التقطيع لين ما نوصل طبعا للفرم الناعم. ويفضل دائما بالنسبه للمتشيشه ان احنا دائما نمتشها او نقصها قبل التقديم، وما نخليها فتره طويله عشان ما تبتدي تذوي عندنا او تذبل. الطريقة الثانية بالنسبة لهاي الوصفة ان احنا ممكن ناخذ اللي هو ورق الغاف هذا من بعد ما نمتشه ونخلطه مع شوية من اللي هي السحنة. والطريقة الثانية مثل ما قلت لكم اللي هو باستخدام الحميض. الحميض طبعا والسيداف من النباتات الموسمية اللي تطلع عندنا بعد نزول المطر، ففي اغلب الوقت ما نحصلها في طول الموسم، فممكن نحن نستخدم اللي هو ورق الغاف. الحين مشاهدينا من بعد ما متشينا عندنا اللي هو ورق الغاف، شو بنسوي؟ طبعا هاي اللي هي الطريقة التقليدية، فباخذ عندي انا هني اللي هو ورق الغاف وبحطه عندي في الصحن التقديم. وفي الغالب ما اللي هاي الوصفة تقدم في الوصفات اللي تحتوي على الصوالين، سواء صالونة السمك او صالونة اللحم، ولكن في الغالب معروف انها تقدم مع صالونة السمك. واليوم احنا بنسوي اللي هي صالونة المالح، فتعتبر من السلطات اللي تقدم في نفس السفرة. طبعا هذا بالنسبة لي الوصفة الأولى اللي هي المتشيشه اللي هي التقليديه اللي احنا متعارفين عليها. الحين بسوي لكم اللي هي المتشيشه واللي انا طورت فيها اللي هي سميتها تبوله البدو. هي عباره عن شو؟ نفس مقدار طبعا عندنا هني اللي هو ورق المتشيش، واحنا طبعا غيرنا اللي هو ورق الغاف باستخدامنا. طبعا هو معروف انه دائما بالنسبه لي التبوله يستخدمون فيها البقدونس، لكن انا هالمره استخدمت اللي هو فيها ورق الغاف. فبنحط هني ورق الغاف عندنا، وبنضيف عندنا هني مقدار الطماطة، وبنضيف شوية من البصل. وإضافة البصل على حسب الرغبة، في ناس يحبون يضيفونه وفي ناس ما يحبون يضيفونه. وعندنا هني مشاهدينا مقدار من اللي هو البرغل اللي مدنينه في الماء أو ناقعينه، ففي ناس يودنونه وفي ناس يحطونه ناشف، وهو بعدين يتشرب من كمية عصير الليمون وزيت الزيتون. فكمية البرغل على حسب الرغبة، واحنا استخدمنا هني البرغل اللي هو الأسمر، وممكن نستخدم البرغل اللي هو الأبيض. الحين شو بنسوي مشاهدينا؟ بناخذ عندنا هني مقدار اللي هو عصير الليمون، أو خلينا نحطه هني قدامكم. عندنا هني عصير الليمون وزيت الزيتون ومقدار الملح على حسب الرغبة،
وفي بعض الدول يحطون شويه رشه من اللي هو البهار او اللي هي الجرفه بس عشان ريحه البصل. فنحط شويه من الملح، ومن بعدها مشاهدينا ناخذ عندنا هني الخليط هذا ونبتدي ان نحن نحركه مع بعض، ونتاكد ان مقدار الملح عندنا ذاب في الدرسن. فبتستغربون بس فكره حلوه ان احنا ممكن ان احنا نطور شويه في مطبخنا الاماراتي. هي صح ان احنا اليوم حلقتنا شويه تراثيه، لكن جتني الفكره وانا جالسه اجهز اللي هي المكونات، وقلت ليش ما اني انا اغير في تكوين الوصفه هاي، وبالفعل جربتها وكانت من الوصفات الناجحه. فنحرك الحين عندنا كل المقادير مع بعض، واذا حسيتوا بها شويه ناشفه ممكن احنا نزيد شويه من زيت الزيتون، لان معروفه دائما التبوله انها شويه تكون رطبه ما تكون ناشفه. ونخلط كل المقادير مع بعض، وبكذي مشاهدينا طبعا استوت عندنا اللي هي تبوله البدو جاهزه. بنبدي نغرفها وياكم في طبق التقديم، وممكن احنا نزينها بشرايح من الليمون على حسب الرغبة. مشاهدينا طبعا هاي كانت وصفاتنا اليوم بالنسبة للطبق الأول اللي هي المشيشة على الطريقة الإماراتية التقليدية، وعندنا اللي هي تبولة البدو. أتمنى أن وصفتنا نالت على إعجابكم، وعليكم بالعافية.